اللي ما يعرفش ايه حصل في اسكندريه امبارح، هسيبكم مع الفيديو ده تسمعوا مدى الخوف اللي كان عايشه اهل اسكندريه، اللي الناس كلها كانت فاكراه يوم القيامه. من ساعات قليله قوي حصل كارثه طبيعيه مفاجاه في اسكندريه، حصل عاصفه شديده جدا ادت الى ان الدنيا كانت بتمطر بالتلج، وحصل رعد وبرق شديد جدا لدرجه ان هو عمل خسائر في اسكندريه. اللوحه الاعلانيه وقعت، اسكندريه نفسها اعلنت حاله الطوارئ من كتر ما الدنيا كانت شديده جدا. المطاعم اللي على الكورنيش كلها اخلت الاماكن من الناس علشان لا قدر الله لو حصل اي مزايدات على الموضوع. حصل طبعا شلل مروري، وحاجه اللي تبين لكم قد ايه الموضوع كان خطير ان في مبنى وقع على عربيات كانت مركونه من كتر شده الاعصار اللي حصل. بيقول لك ان العاصفه اللي حصلت دي هي شبه اعصار متوسط، اسكندريه ما شافتهوش قبل كده خالص. الاعصار ده جاي من غرب مصر، وطبعا كميه المطر مع سرعه الرياح اللي حصلت كانت كفيله انها تدمر البلد دي، ولكن لولا ستر ربنا كالعاده برضو. هو الاعصار ده ليه علاقه بالزلزال؟ لا، الاعصار ملوش اي علاقه بالزلزال، الزلزال يعمل تسونامي مش اعصار، فده حاجه تانية خالص ليها علاقه بالظروف الجويه. واكيد طبعا هيطلعوا يقولوا تقارير عن الموضوع، محدش يخوف نفسه، احسن حاجه ان انتوا تلتزموا البيت بس لحد ما نشوف الدنيا هتستقر على ايه. وما تنسوش ان ده ستر ربنا اللي بيحفظنا دايما. ما تنسوش تقولوا كمان الدعاء اللي انا هنزله لكم دلوقتي ده، وربنا يا رب يسترها علينا جميعا.